قل هذه سبيلي أدعو إلى الله. يا سائلا يا سائلا يا سائلا اسمع حديثا ذو شجون جربتها وعشقتها من ذاقها عرف السعادة ما تكون. إني تأملت الورى ما ينشد. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه. سلام الله عليكم ورحمته وبركاته. تلاوة القرآن من أعظم أعمال الصالحين، تلاوة هذا الكتاب الخالد المقدس، وهو الوحي المنزل عليه صلى الله عليه وسلم، وهو كتابه الوحيد، بل كتاب الله سبحانه وتعالى الذي تحدى به الإنس والجن. قال سبحانه وتعالى يمدح هذا الكتاب: ذلك الكتاب لا ريب فيه. كل كتاب يلاحظ عليه إلا كتاب الواحد الأحد، ولو كان من عند غير الله لوجدوا فيه اختلافا كثيرا، ولذلك كان رسولنا عليه الصلاة والسلام يتلوه، فهو سلوة قلبه وعزى روحه، وهو منهجه ودستوره صلى الله عليه وسلم، يعلمه ويتلوه ويفسره ويتدبره. وحقوق القرآن كثيرة. الحق الأول تلاوته على الوجه الذي يرضي ربنا سبحانه وتعالى آناء الليل وأطراف النهار، فقد صح عنه عليه الصلاة والسلام أنه قال: لا حسد إلا في اثنتين، وذكر منها تلاوة القرآن آناء الليل وأطراف النهار. يقول عليه الصلاة والسلام: اقرأوا القرآن فإنه يأتي يوم القيامة شفيعا لأصحابه. ويقول عليه الصلاة والسلام في حديث رواه البخاري عن عثمان: خيركم من تعلم القرآن وعلمه. القرآن مائدة الواحد الأحد التي يتلوها أو التي يجلس عليها المسلم المؤمن المصدق المنيب. وفي الترمذي: اقرأوا القرآن، من قرأ القرآن فله بكل حرف حسنة، والحسنة بعشر أمثالها. لا يقول ألف لام ميم حرف، ولكن ألف حرف ولام حرف وميم حرف. كم هي الحروف الكثيرة في كتاب الله لمن يتلو هذا الكتاب. فليكن لك حزب ورد في القرآن، جزء أو أكثر، كما هو عمل الصالحين. كان الصحابة في عهد عمر رضي الله عنه يجتمعون معه، فيقول عمر لأبي موسى الأشعري صاحب الصوت الحسن المزمار من مزامير آل داود: ذكرنا ربنا يا أبا موسى. لم يكن عندهم دوريات، ولم يكن عندهم مجلات ولا أخبار ولا أسمار ولا أشعار. كانوا مهمتهم أن يفهموا هذا القرآن ويبلغوه البشرية. أقاموا على القرآن أعظم دولة عرفها العالم، وأعظم حضارة عرفتها الإنسانية، وأعظم ثقافة وصلت إلى الكون. فيقرأ أبو موسى ويرسل أبو موسى صوته العجيب الندي المؤثر المبكي المحزن. فالصحابة ما ليس لهم تعبير إلا الدموع. قال: فكانوا يشهقون ويبكون في مجلس عمر رضي الله عنه. وابو موسى كما في صحيح البخاري هو صاحب ذاك الصوت الذي أرسله في ليلة من الليالي، ترك لصوته أن يعبر ويعبر الفضاء. وتدرون من الذي كان يستمع لأبي موسى؟ سيد الخلق صلى الله عليه وسلم، الذي نزل عليه القرآن. فلما سمع الرسول صلى الله عليه وسلم أبا موسى يتلو القرآن وقف صلى الله عليه وسلم. كان أبو موسى يتنفل في المسجد في الليل وسط الليل، فجلس صلى الله عليه وسلم عند جدار المسجد، وألقى صلى الله عليه وسلم سمعه، وأرسل صلى الله عليه وسلم دموعه، لأنه هو أعلم الناس بتأثير هذا الكلام وبمقصود هذا الكلام وبمعنى هذا الكلام، وهو أتقى الناس لمن أنزل هذا الكلام. وفي الصباح يلقى الرسول صلى الله عليه وسلم أبا موسى يقول: لو رأيتني البارح وأنا أستمع لتلاوتك لقد أوتيت مزمارا من مزامير آل داود. يقول: ليتك رأيتني البارح، والله إني يعني مع الكلام إني وقفت وإني تأثرت. قال أبو موسى: أئنك كنت تستمع يا رسول الله البارح؟ قال: نعم كنت أستمع لك. قال: والذي بعثك بالحق نبيا لو أعلم أنك كنت تستمع لي لحبرته لك تحبيرا. يقول: يا ليتني كنت أدري أنك كنت تستمع لي، كنت أرسلته وجودته وجملته، وكنت تركت لصوتي حق التعبير وحق الإيصال إلى سويد القلوب. هذا وهو لم يدري أن الرسول صلى الله عليه وسلم يستمع له، فكيف لو حبره وكيف لو رجعه
وكيف لو تغنى به، وكيف لو أرسل به صوته. يقول مسروق ابن الأجدع العالم: صلى بنا أبو موسى في العراق صلاة المغرب فقرأ بعد الفاتحة قل يا أيها الكافرون سورة الإخلاص، والله إني وددت أنه قرأ سورة البقرة، والله ما سمعت نأيا ولا وترا ولا صنجا أعجب ولا أجمل من صوته. كانوا يقرؤون القرآن في مجالسهم، كانوا يحيون به بيوتهم، كانوا يطردون به الشيطان، كانوا يطردون به الهموم والغموم والأحزان. كان سلوتهم، لم تكن عندهم مكتبات أخرى ولم تكن عندهم ثقافات أخرى. ولذلك الجيل الآن انظر كم من التخصصات، وانظر كم من الكتب صدت عن كتاب الله. ثم انظر إلى إيمان هذا الجيل، وانظر إلى الخواء الفكري والخواء المنهجي والقلبي والروحي الذي يعيشه هذا الجيل، لأنه ترك صلاة الليل بالقرآن، وترك ترنم بالقرآن. وتلاوة القرآن هي والله الروح والريحان. بصوت حزين خاشع تتأمل كتاب الله فتجد فيه نفسك وهي تسمو في معارج القبول إلى الواحد الأحد. التلاوة حياة. جرب التلاوة، جربها أيها المسلم، وجربيها أيتها المسلمة، علك تعيش في أنداء الصالحين وفي رياض الأبرار المقبولين. تقبل الله منا ومنكم وجميع المسلمين. جربتها وعشقتها، من ذاقها عرف السعادة ما تكون. إن ابتسامات الفقير لها شؤون، تأتيك من قلب تجرع كل هون، تبدو كزهر وسط أشواك السنون، تبدو كفجر قد طوى الليل الخؤون.